أن تعلم أبنائك أن الصيام لم يفرض للجوع والعطش، بل فرض الصيام لنكن ملائكة بأجساد بشر، أرواحنا تلامس السماء وأجسادنا على الأرض. يا رب جنة فلوس جنة فلوس، يا رب يجي العيد الكبير وانا متجوزة وفي شقتي ويكون عريس ابن حلال وطويل واسمراني كده وحليوة. يا رب نفسي في عربية كده محندقة وجميلة اروح واجي بيها كده واوصل ولادي بيها المدرسة بدل بهدلة المواصلات اللي انا فيها دي. او ماي جاد، رمضان خلص. نعم يا اختي، وحياة مامتك هو انتي لسه واخدة بالك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رمضان كريم يا بنات، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، اللهم أمين. ده يعتبر أول فيديو في رمضان، ويا رب يا رب كده أفضل مكملة معاكم، ومبسوطة قوي على التفاعل الفترة الأخيرة بجد يا بنات. حابة أشكركم الناس اللي اشتركت عندي جديد، نورتوني 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 وشرفتوني، وصحابي واخواتي زادوا كتير الفترة اللي فاتت. ألف حمد وشكر ليك يا رب. والناس اللي معايا من الأول انتوا على راسي من فوق، وطبعا مش هنساكوا، وربنا يبارك فيكم يا رب. وان شاء الله كل مادة نبقى احسن واحسن كمان يا رب. ويا رب المحتوى اللي انا بقدمه يا رب يعجبكم وتستفادوا منه، وتحسوا ان انتوا بتسمعوا حد شبهكم قوي وقريب منكم، كأنك بتشوفي اختك، واحدة صاحبتك او كده. ما تحسيش ان محتوى القناة او اللي بتقدم القناة مختلفة عنكم في حاجة. فان شاء الله ان شاء الله بتمنى من ربنا ان شاء الله الفيديوهات الجايه ان شاء الله هتبقى ما تقلش حاجه عن اللي قبل كده، بالعكس تكون افضل ان شاء الله. المهم يا بنات، جايه لكم النهارده بيوم من ايام رمضان الجميله. انا مبسوطه جدا جدا جدا، ما اقولكمش بشهر رمضان. حاسه نسبه الادرينالين عندي عاليه فوق فوق فوق، ما اقولكمش قد ايه، ضربت في السما خلاص من كتر انبساطي. الشهر ده بحس ان هو، عارفين شهر المفاجآت يا بنات؟ عارفين الفترة لما بتيجي في بداية السنة مثلا تقولي فيه الشهر ده تخفيضات؟ لا، شهر رمضان بقى ما ينفعش نشبهه بحاجة. هو شهر سبحان الله كأنك بتدخلي فيه إنسانة بتطلعي منه حاجة تانية خالص. وطبعا اللي ما بيحصلش معاه كده بيخسر كتير قوي. ان انتي بتدخلي بتحسي ان انتي بيغسلك من جوه ومن بره، وبتحسي ان انتي لو بجد استغليتي شهر رمضان وما عداش منك كده ومر عليكي مرور الكرام، بجد هتطلعي انسانة تانية خالص. وفعلا الشهر ده شهر المفاجآت. اتمني واطلبي، وكل اللي يخطر على بالك اطلبيه. بصي، اي حاجة نفسك فيها، ما تقوليش الحاجة دي تافهة او تحسي ان انت مكسوفة ان انت تطلبيها او تدعي بيها. فيش حاجة اسمها طلب تافه او طلب ملوش لازمة. او بصي، العلاقة بينك وبين ربنا ان انت تتكلمي بكل اللي يخطر على قلبك من غير تزويق، من غير ما تجملي فيه حاجة. زي ما طالع من قلبك وزي ما خطر على بالك قوليه بالظبط. وان شاء الله ان شاء الله ربنا بيستجاب. هو ده الشهر يا بنات، شهر الاستجابة يا بنات، اوعوا تضيعوه بجد والله العظيم. الشهر ده اللي هيظبط حياتك كلها. لو ظبطتي الشهر ده، بصي، اكيد 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 ان شاء الله هتقضي باقي السنة كلها لحد ما يجي عليكي رمضان ان شاء الله اللي بعده، ربنا يدينا ويديكي طول العمر وانتي هتبقي زي الفل. بصوا بقى، النهارده انا قررت قرار بصراحه ان انا رمضان ده هحاول على قد ما اقدر اعمل الوصفات اللي انا هعملها ما تكونش حاجه بتاخد وقت معايا كتير، في نفس الوقت حاجه طعمها حلو والولاد بيحبوها واحنا بنحبها وكده، بس تكون سريعه معايا على اساس استغل الوقت على قد ما اقدر ان هو ما يضيعش معايا كله في المطبخ او كده. وطبعا شويه التفريزات اللي احنا عملناهم قبل كده بصراحه برضه هتسعفنا وتوفر علينا كتير. فانا مورياكم يومي على الطبيعه زي ما انتوا شايفين. بصوا كل الحاجات اللي انا بعملها بمنتهى البساطه، وان شاء الله ما تاخدش معايا وقت، واقدر ان انا استغل الموضوع ده. بصوا، اقول لكم على حاجه. في مره كنت بسمع شيخ بيحكي عن حد بيقول رحت مره الحج، راح في موسم الحج يعني راح، بيقول فشفت واحد افريقي من افريقيا يعني، واقف قدام الكعبه وبيقول يا رب يا رب فلوس يا رب فلوس يا رب فلوس. فده قال له يا اخي، يعني انت قدام الكعبه، يعني قول يا رب جنه، قول يعني مش فلوس الدنيا، مش فلوس بس، ادعي كمان بالاخره. راح هو سبحان الله فضل اول ما سمع الشيخ كده راح قال له
يا رب جالنا فلوس، يا رب جالنا فلوس. الغريب بقى ان الشيخ بيحكي في ايه يا بنات، بيقول ان بعد كده سبحان الله يصادف ان هو يشوف الشخص ده على مواقع التواصل الاجتماعي، ان هو سبحان الله جه عليه العام اللي بعدها بقي مليونير. سبحان الله سبحان الله. وفعلا والله دي قصة الشيخ بيقول انها قصة حقيقية حصلت معاه بالفعل، فاهماني؟ فاقول لكم اللي عايزه اوصله لكم ان مفيش حاجه بعيده عن ربنا. اطلبي كل اللي نفسك فيه. نفسك يكون عندك عربيه، قولي يا رب نفسي في عربيه اوصل بيها ولادي، تريحني من المواصلات وتعب المواصلات. نفسي في شقه. لو في بنوته بس نفسها تتجوز، قولي يا رب، ما تتكسفيش، قولي يا رب نفسي اتجوز، وقولي المواصفات اللي حددي الدعوه اللي انت عايزاها. حتى لو انت طالبه ان انت عايزه تتجوزي وعايزه تتجوزي شخص بمواصفات معينه، طويل، اسمر، ابيض، عينيه زرقاء، عينيه خضراء، اطلبي كل اللي انت عايزاه. بصوا مع ربنا سبحان الله، خلي سقف طموحك عالي فوق ما تتخيلي، وخلي عندك يقين وثقة ان انتي ربنا هيستجاب لك في كل اللي انتي بتقوليه. وكأني بصي واقف قدامك حد بيقولك ايه، شبيكي لبيكي انا هحقق لك كل حاجة، يعني فهماني؟ طبعا ولله المثل الاعلى، انا مش قصدي حاجه، بس انا قصدي ان ربنا مدينا الشهر ده جايزه بيكافئنا بيها. اطلبي كل اللي انت عايزاه، وربنا بيحب العبد اللحوح، ان انت كل اللي نفسك فيه ادعي فيه. فانا بصراحه ناويه الشهر ده بامر الله بامر الله ان انا استغله على قد ما اقدر، وادعي فيه كتير قوي 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 بكل حاجه انا نفسي فيها. عشان يا عالم يا بنات، الله اعلم هل احنا هنكمل لرمضان الجاي، هل مثلا هنحضر رمضان الجاي؟ في ناس كانت معانا رمضان اللي فات وحاليا مش معانا، فاهمين؟ فمحدش عارف يعني نهايته فين. ربنا يدينا ويديكوا طولة العمر يا رب، اللهم امين. فحاولي على قد ما تقدري عشان ما تندميش. يعني بصوا، انا حاولت على قد ما اقدر. طبعا الروتين اللي انا مقدماه معاكم هو شارح نفسه، وعملت في اليوم ده كبسه وسريعه كده. طبعا الحاجات دي التنظيفات دي غسيل الاطباق وكده كان بعد الفطار، بعد ما فطرت واتوضيت وصليت وخلصت كل حاجه الحمد لله. قمت بقى شطبت المطبخ ورجعت اريح شويه، وقلت عشان ايه بالليل اقوم ايه يعني اصلي قيام ليل كده وابقى مرتاحه. بس حاولوا يا بنات بالله عليكم بالله عليكم، بصوا ما تبقيش بقى يعني مش تبقي مأنتخة في مكانك وعمالة ماسكة الموبايل 24 ساعة، وعمالة تسكرولي وخلاص. وفي الآخر تيجي او ماي جاد ده رمضان خلص. لا يا حبيبتي، ما انتي عارفة ان هو هيخلص بجد. يعني انتي انتي معانا ولا فين؟ ركزي وما تضيعيش الوقت. وحياة مامتك وحياة مامتك ركزي، الشهر ده بيجي مرة واحدة في السنة، ويا عالم احنا هنحضره تاني ولا لأ. يا بنات ما تطلعوش منه غير وانتوا كسبانين. خليكي طماعة الشهر ده بالذات، انا عايزاكي تكوني طماعة. اطمعي على قد ما تقدري، اطمعي في دعوات كتير، وخليكي واثقة ان ربنا هيحققها لك. اطمعي ان انت تطلعي من شهر رمضان انسانة تانية غير اللي دخلتيه، بس طبعا للأحسن. يعني تدخلي حاجة وتطلعي منه حاجة تانية. والله ربنا بيعين وبيقوي، وبتحسي سبحان الله بيبقى عندك طاقة. حاولي على قد ما تقدري ما تقصريش، قسمي وقتك. انا عندي الوقت طبعا، عندي ولادي، عندي دراسة، عندي دراسة ولادي لازم اتابعها معاهم، عندي شغل البيت، وطبعا كلنا كده مش انا بس. عندنا طبعا اهالينا بنسأل عليهم ونشوفهم وكده. عندنا اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة وقت بقى بتاعك انتي، خاص بيكي انتي، اللي هو انا هقعد مع ربنا، انا مش عايزة اي حاجة تانية. خلاص ولادي زبطتهم، فطرنا، زبطنا، هم صلوا وبعد كده ناموا عشان اصحيهم على السحور بعد كده، وعودوهم على الصيام يا بنات، عودوهم على الصيام، وبالاخص الولاد. عشان ظاهرة ان في ولاد كتير بتبقى فترة، بجد ظاهرة مرعبة قوي. فحاولوا على قد ما تقدروا عودوا ولادكم سواء ولاد او بنات على الصيام من هم وصغيرين، عشان بجد لما يكبروا يدعوا لكم ما يدعوش عليكم، فاهمين؟ فربنا يعيننا يا رب، وربنا يقوينا ويقدرنا على اللي احنا فيه، ويقدرنا ان احنا نربيهم كويس قوي. هدعي ربنا كتير بدعوات كتيرة قوي لناس كتيرة قوي، وهدعي ليا ولولادي ولإخواتي ولصحابي ولحبايبي وليكوا. هدعي لكل حد ربنا يرزق كل واحد يا رب، اللهم امين.
يرزق كل سائل بما يسأل يا أرحم الراحمين. يا رب يرزق كل بنوتة نفسها تخلف ويبقى عندها بيبي، ربنا يديها. ويا رب يقوم كل بنوتة حامل، ربنا يقومها بالسلامة. ويا رب يرزقنا الإخلاص في الصيام والقيام وفي كل حاجة يا رب العالمين.